الكلمة للسيد حبيب زكاد. تفضل سي حبيب. رئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لست أدري إلى متى وصلنا القرار في بلادنا يستمرون في إلهاء أعضاء البرلمان بغرفته في مناقشة مشاريع قوانين لا تهم الشعب الجزائري لا من بعيد ولا من قريب، وخاصة منها التي تأتي من وزراء يسبون هذا الشعب المباشر بل يسبون أباؤنا. ألم يقل لنا سي بن يونس ينعلبوا اللي ما يحبناش، وهو يعلم أن معظم الشعب الجزائري لا يحبه بل ولا يحترمه ولا يأتمنه على 60 مليار دولار التي هي بين يديه يسيرها كما يشاء من خلال قانونه هذا البائس. كيف يؤتمن شخص كان بالأمس القريب يصف رئيس الجمهورية ببوتسريقة وينعت نظامه ببوفر أساسان، وها هو اليوم يقبل بحقيبة وزير ومهمة مطبل ومهلل لعهدة رابعة. كيف يؤتمن شخص أراد بقانون تعميم استهلاك الخمور بتكسير الشعب الجزائري الذي انقلب عليه ورفضه جملة وتفصيلا. كيف يؤتمن شخص كان بالأمس القريب يتهم رئيس الجمهورية باختلاس أموال الشعب وهو اليوم يمجده ويقول عنه بأنه يفكر أحسن من 40 مليون جزائري. أرجع الموضوع. لو كنت وزيرا بأتم معنى الكلمة لاستقلت من منصبك لما جمد وزيرك الأول قانون استيراد الخمور، لأنه بكل بساطة وجودك من عدمه سيانة ما دامت سلطتك عديمة الأثر والجدوى. كيف لشعب أن يأتمن منظومة سياسية اقتصادية ثقافية فاشلة لم تستطيع تسير البلاد لما كانت تعيش في بحبوحة لم يسبق للجزائر إن عرفتها منذ الأزل، وتأتي اليوم لتمنح تجارتنا وقوتنا في ظل بروز أول علامة الأزمة المالية. كيف لشعب أن يؤتمن هذا الوزير وهذه السلطة وقد بدت أكثر من 800 مليار دولار في استيراد مزابل للصين والدول الأوروبية وفي إنجاز طريق مهتري ومشاريع وهمية، واستمرت في تحطيم مؤسسات كانت بالأمس رائدة في العالم فأصبحت اليوم بفضل عبقرية مسؤوليها في اللصوصية وخيانة الأمانة، وأصبحت يشار إليها بالبنان كرمز للفساد وسوء التسيير، ومؤسسة طرق خير دليل على ذلك. لست أدري لماذا لا تريدون الاعتراف بفشلكم الذريع في تسيير شؤون هذا الشعب؟ هل تريدون خرابا أكثر مما ورطتمونا به؟ هل تعلمون ماذا يريد منكم هذا الشعب الأبي؟ إنه يريد رحيلكم إلى الأبد قبل أن تنهار البلاد ويشرد العباد. ارحلوا عنا ودعوا هذا الشعب يقرر مصيره بيده. لماذا تخيروننا بين بقائكم وبين حرب لا تبقي ولا تذر؟ نحن الشعب المسالم همه الوحيد هو العيش في عزة وكرامة. نعم، نريد أن نعيش في العزة والكرامة التي ضحى من أجلها الشهداء ومنها البي اللي ضحى عليه وسلبتموها أنتم منا. نريد أن نأكل الخبز والماء ونعيش في عزة وكرامة على أن تمنوا علينا بأموال اختلفتموهم معظمها ولم تتركوا لهذا الشعب إلا الفتات ممزوح بالهوان. لا نريد بترول ولا غاز صخري، نريد رحيلكم. لا نريد مدرسة ولا جامعة، دعونا لجهلنا. نريد رحيلكم. لا نريد مستشفيات، اتركونا نمرض، اتركونا نموت، لكن نريد رحيلكم. لماذا تصمون أذانكم لنداء هذا الشعب؟ فالشعب يريد رحيلكم، أليس فيكم رجل رشيد؟ ويلكم الكلمة، اضربوا الشتاء عندكم من ناحية 31 12 وتتحل هذا البرلمان. وشكرا.